فين الحكمة لما تعيش 28 ساعة في يوم المفروض يكون 24 ساعة في رحلة سفر أنا سافرتها من كوالالمبور ماليزيا إلى دبي الإمارات من فترة مش بعيدة. فين الحكمة من ده؟ مش ليه ده؟ شوف يا باشمهندس، شوفي يا باشمهندسة، كعادتي يعني قبل ما بحاول أستخلص الحكم من المواقف يعني المثيرة والقضايا العامة وغيرها، بحكي الموضوع الأول بطريقة كده ملخصة. دلوقتي تخيل معايا كده يوم من أيام رمضان، الساعة 6 المغرب تقريبا، هقول الأوقات تقريبية يعني ممكن يكون 6 وشوية، 6 المغرب بتوقيت كوالالمبور، وجي موعد الإفطار. وبعدين بعد الإفطار عندي رحلة سفر من كوالالمبور. دي رحلة فعلا أنا سافرتها، رحلة سفر من كوالالمبور إلى دبي عبر مسقط. يعني آخد من كوالالمبور إلى مسقط وبعد كده آخد من مسقط إلى دبي. تمام. الكلام ده كان في ليلة 20 من رمضان، يعني خلص 19 رمضان وأذن المغرب ودخلت ليلة 20. وانتوا عارفين ان الليلة بتبدأ في تاريخنا الهجري، بتبدأ من المغرب، يعني يوم 20 فليلته بدأت من المغرب، اللي قبليه استمرت لغاية الفجر، وبعد كده من الفجر للمغرب ده اليوم اللي هو النهار يعني. فاحنا دلوقتي خلصنا يوم 19 وبدأنا ليلة 20 من رمضان، وانا دلوقتي فطرت في طريقي للمطار والإقلاع الساعة 9 بالليل بتوقيت كوالالمبور ماليزيا. انا طبعا الحمد لله انا بسافر من 11 سنة، يعني دول مختلفة وبسافر كتير، وسافرت السفرات دي كتير اللي هي بالطريقة دي اللي انا هحكيها دلوقتي. ولكن الاهتمام هنا بالتجربة نفسها، يعني ان انا عشت التجربة وعشتها بنفسي. فانا اصلا متامل، فكمان تاملت في دي فكانت مثيره جدا يعني. المهم دلوقتي احنا اخلعنا من كوالالمبور 9 بالليل، وصلنا مسقط عمان الساعه حوالي 11 بالليل بتوقيت عمان. 11 بالليل بتوقيت عمان. طبعا ممكن حد يستغرب شويه، طبعا الرحله خدت حوالي 6 ساعات. ممكن حد يستغرب شويه، 11 بالليل بتوقيت عمان دي هي 3 الفجر بتوقيت كوالالمبور. طبعا ممكن حد يستغرب شوية في الحتة دي، خصوصا اللي ما سافرش قبل كده ممكن يستغرب شوية يعني، هتشكل عليه شوية. ولكن لو تأمل يعني أو سمع حكايات أو فكر أو حب يدور هيفهم، يعني هيفهم المسألة بسهولة. طبعا احنا دلوقتي في الساعة 11 بالليل بتوقيت مسقط، يعني قصدي ممكن حد يسأل ازاي انت اقلعت 9 بالليل بتوقيت كوالالمبور، وبعد كده وصلت مسقط بتوقيت 11 بالليل وانت سافرت 6 ساعات. تمام. المهم احنا دلوقتي في مسقط الساعة 11 بالليل، وقعدت في مطار مسقط حوالي 3 ساعات. طبعا انا فطرت في كوالالمبور، وبعد كده في مسقط برضو يعني اكلت شوية كده خفيف. 11 بالليل، احنا بالليل بقى، انا اصلا بحب اختار السفر بالليل في رمضان عشان ما اسافرش بالنهار فمثلا افطر او كده، لا بحب اصوم حتى لو انا في السفر، فبحب مثلا لو يمكن اسافر بالليل فباكل براحتي بقى واشرب براحتي. فانا خلصت في مسقط، بعد كده طلعنا ايه، يبقى كده 11 بالليل، 12 واحدة 2 طلعنا من مسقط، وصلنا دبي ساعة واحدة من مسقط ودبي تقريبا او اقل. فوصلنا دبي الساعة 3 الفجر، وتوقيت مسقط ودبي واحد. طيب بعد كده الفجر هيأذن كام في دبي؟ 5 الفجر. تمام. يبقى انا عندي ساعتين كمان قعدت اشرب قهوة وشاي وكده واخد حاجات خفيفة. دلوقتي 5 الفجر دي بتوقيت كوالالمبور 9 الصبح، وهم خلاص وقفوا اكل من 5 الفجر. الفجر برضو عندهم 5. تمام. طيب انا هفترض دلوقتي ان الفجر المغرب في كوالالمبور 6 والفجر 5، 6 بالليل والفجر 5 صباحا بتوقيت كوالالمبور. وبرضه في دبي نفسه، في مسقط نفس الكلام، في اختلاف بسيط يعني 6 وشوية، 7 الا شوية، 5 وشوية، بس انا عشان اسهل الموضوع يعني احنا دلوقتي بنشرح ازاي قضينا 28 ساعة في 24 ساعة. طيب دلوقتي بعد كده، فاحنا دلوقتي 5 الفجر
وخلصنا اكل والفجر اذن، ده 9 الصبح بتوقيت كوالالمبور. تمام. فانا فضلت اكل 4 ساعات زياده عن الناس اللي في ماليزيا. تمام. طيب، يعني في الحقيقه انا طبعا انا خرجت من كوالالمبور عند غروب، يعني بدات اتحرك بعد غروب الشمس. ما شفتش شروق الشمس الا في دبي. واخدين بالكم؟ يعني انا دلوقتي قضيت الليله دي كده فيها طول 4 ساعات تقريبا، وده هيتاكد لما نخلص اليوم. دلوقتي بحكي لكم شعوري احساسي، والا هنشير بعض الاشارات الخفيفه لنظريه النسبيه لاينشتاين وقبله من علماء المسلمين، و والكلام عن الزمكانيه وكده. المهم انا قصدي بس تجربه عشتها، احساس حقيقي. أنا دلوقتي مش بتكلم دلوقتي عن فيزياء، ولا بتكلم عن رياضة، ولا بتكلم عن غيرهم. أنا بتكلم عن حقيقة عشتها واضحة كالشمس، وعاوزين نستخلص ونتأمل في الحكم الجميلة اللي فيها. تمام. ولا بتكلم كمان عن الشرع، يعني الشرع طبعا واضح بالإجماع ان انا بتصوم وتفطر في المكان اللي انت فيه، فلا اشكال. يعني ممكن واحد يستشكل يقول طب ما انت كان المفروض توقف اكل مثلا من الساعة واحدة الفجر، بحيث ان انت تكون زي اهل ماليزيا. طبعا غلط، انت بتفطر وتصوم في المكان اللي انت فيه. احنا دلوقتي 5 الفجر في دبي، بدأنا الصيام الحمد لله، صمت. تمام، مع اني كنت في سفر يعني برضو في دبي. وبعدين خلاص قضيت يومي، وجينا فطرنا في الساعة 6 المغرب بتوقيت دبي. دلوقتي 6 المغرب بتوقيت دبي دي في الحقيقة هي 10 بالليل بتوقيت ماليزيا، وهم خلاص افطروا من 4 ساعات. طيب، الخلاصة هي ايه اللي حصل هنا دلوقتي؟ انا ما شفتش شفت غروب الشمس 6 المغرب في كوالالمبور، وشفت شروق الشمس في الفجر، وشفت الفجر وشروق الشمس في دبي، وشفت المغرب الثاني في دبي في 6 المغرب. فدلوقتي انا قضيت 24 ساعه، 6 المغرب في الحقيقه، 6 المغرب في كوالالمبور، 6 المغرب في دبي، دي 24 ساعه. يعني شفت غروب والغروب، وبينهم فجر والشروق واحد، ده كده المفروض 24 ساعه. لكن في الحقيقه انا قضيت 28 ساعه، لان انا في الحقيقه ما فضلتش اكل فتره الليل واشرب زي اهل كوالالمبور 11 ساعه. الواقع ان انا قعدت 15 ساعة، ده اللي حصل. وبعد كده بقى النهار في دبي 13، بعد كده 28 ساعة. في الحقيقة ان انا قضيت 28 ساعة في 24 ساعة بس. فهي دي خلاصة الموضوع. هو مثير جدا يعني للمتأمل، وواضح، وهو موافق للفيزياء يعني. ودي خلاصة. وبعد كده دلوقتي ممكن نحاول نستخلص بعض الحكم. يعني أول نقطة ممكن أقول يعني سبحان الله، يعني الحكم والتأمل في أسرار الزمن وعجائبه يعني. لأن الموضوع مثير جدا. وطبعا زي ما قلت لكم أنا مش هتكلم عن ناحية الشرع، ولا هتكلم عن ناحية الفيزياء يعني ونظرية النسبية لأينشتاين، وقبل كده أشار إليها ابن الهيثم من علماء المسلمين وغيرهم قبل ده بحوالي 900 سنة قبل أينشتاين يعني. ونظرية النسبية خلاصتها يعني من غير تعقيدات إن الزمن مش مطلق، الزمن نسبي. الزمن مش مطلق، الزمن نسبي، فممكن يختلف على حسب الحركة أو على حسب الجاذبية. ثم بعد كده في المراقب اللي هو الشخص أو غيره. فأنا يعني ممكن تسميني فيزيائيا، أنا كنت مراقب في أماكن زمنية مختلفة، مراقب تنقل في أماكن زمنية مختلفة. فالزمن تمدد معايا يعني زي ما حكينا. طبعا قبل ما اينشتاين ينظم او يصيغ النظريتين بتوع النسبيه في الزمان بالطريقه اللي صاغها، طبعا كان في اضطراب كبير. يعني ازاي ممكن نفهم الزمكانيه، خصوصا في نصوص الكتاب والسنه اللي فيها قضايا مثيره جدا، لدرجه ان هو لعدم الفهم حصل قصور في الفهم من كثير من المفسرين والعلماء حول آيات وأحاديث. يعني مثلا أديك مثال أو أديك بعض الأمثلة. مثلا وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يعني هنا هتلاقي بعض المفسرين حاول يخرج الليل والنهار من معنى كل في فلك يسبحون، لأنه ما تصورش ازاي الليل والنهار يسبحون. هو شايف ان هما زي ما تقول نتيجة عن الشمس او نتيجة عن القمر. ولكن انت لما تتأمل في موضوع الزمكانية وموضوع النسبية،
وكمان لو شفت صور محطة الفضاء الدولية وهي مصورة الليل والنهار، وازاي ان هم زي كيانين بيتحركوا كل واحد ورا التاني، زي ما ربنا سبحانه وتعالى حكى بالظبط. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل، كل واحد وراء التاني كأنه يطلبه سريعا. ولذلك قال الله أيضا في آية أخرى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني جعل الليل والنهار يتعاقبان، ده بعد ده، ده بعد ده، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، للي عايز يتدبر أو يتأمل في العظمة دي فيؤمن بالله سبحانه وتعالى، أو أراد شكور أو آمن فيشكر على هذه النعمة العظيمة. يا جماعة العلم الحديث ده احنا المفروض بنتعلمه عشان نقرب لربنا مش نبعد. شوفوا عظمة القرآن سبحان الله. ولذلك أنا سنين طويلة كنت بتأمل في آيات الليل والنهار وتكرار الله سبحانه وتعالى لها، ولكن يعني بحس بالضعف شوية، يعني كده ازاي بحس بضعف التأمل شوية. لما حصلت لي مسألة السفر دي وانا بقالي فترة بتأمل فيها، بقالي كذا شهر بتأمل فيها، سبحان الله يعني الموضوع اختلف خالص. وخصوصا بعد ما انا بتأمل اكتر وانا بجهز الحلقة وشفت صور وكالة الفضاء الدولية زي ما قلت لكم، شيء عجيب. فالعلم يقربنا، يوضح لنا مش يبعدنا او يخلينا نتكبر او ما نشكرش. فممكن تقول في النقطة دي اتكلمنا عن أسرار الزمن وعجائبه، واتكلمنا عن استسلام لربنا وشكره والتدبر وإن العلم يقربنا، واتكلمنا عن ضعف الإنسان وعجزه سبحان الله. ده باختصار شديد، وإلا كل جملة من دي تحتمل كلام كتير. يعني خلاصة النقطة الأولى دي ممكن تقول إن احنا خرجنا منها بأربع فوائد أو 4 حكم. ممكن أضيف نقطة تعتبرها 5 يعني، وأنا أشرت إليها في النقاط ال4. يعني تشوف اختلاف العلماء أو قصر نظر بعض أهل العلم ما قدروش يستوعبوا أحاديث تنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. في علماء ما قدروش يستوعبوا التنزل ده، فبدأوا في تحريف نصوص الأحاديث. طبعا ده غلط. ومن ضمن الشبه اللي كانوا بيطرحوها إن إزاي الله سبحانه وتعالى بعضهم يعني إزاي يتنزل كل ليلة؟ طب ما أصلا الليل موجود في كل أنحاء الأرض في كل وقت. وكذلك قالوا برضو في حديث ان قول النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. يعني بعد الغروب تجري تسجد تحت العرش، وعند الطلوع تطلع للناس. فبعض اهل العلم ايضا استشكل ده. وبعض الشبه المطروحة ايضا: ازاي ده والشمس لو ما كانتش موجودة عندك بتبقى موجودة في مكان تاني؟ وكذلك ليلة القدر، ازاي ليلة القدر مثلا تكون عندك دلوقتي ليلة القدر هنا وفي نفس الوقت طب ما الليل متنقل، ازاي هتفضل؟ يعني معنى كده ان ليلة القدر مش ليلة واحدة. لو انت عشت التجربة زي اللي انا عشتها وبعدين تأملت فيها وتأملت في نظرية النسبية، سبحان الله، ده هيديك فهم عظيم جدا وهيزود إيمانك جدا بالمعاني دي، وإن الزمن مش مطلق عشان نحاسبه بالسذاجة دي، وإنه نسبي. وهتتأمل إنه عادي جدا. ساعتها ممكن تتأمل في حديث التنزل بسهولة جدا، ممكن تتأمل في حديث سجود الشمس بسهولة جدا، ممكن تتأمل في ليلة القدر بسهولة جدا. وده هيزود إيمانك. وطبعا كل آية في الإطار ده، كل حديث في الإطار ده يعني محتمل كلام كتير. يعني لو حابين نتكلم عن حاجة من دي ممكن نتكلم عنها في فيديو مستقل. فالحاجات دي تزود إيماننا بربنا مش تبعدنا عن ربنا. أنا كده خلصت اللي يسر لي يعني في المقام ده، ولو عندك إضافة أو تعليق فده يشرفني. ومش بحب أقول اعمل لايك مع إن العالم كله بيقول ده مهم. وشكرا.